السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنبعد شوية عن خلطات التنظيف وخلطات البشرة والشعر، وهنعمل حاجة لأطفالنا الحلوين الصغيرين. ده عن طلب يعني حفيدتي الآنسة الصغننة كندا عايزة تعمل سلايم. يا تيتا سلايم يا تيتا سلايم. عملنا سلايم وعايزة تعمله معايا وتطلع معايا في الفيديو. نبدأ ان شاء الله على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس يوصلكم مني كل جديد. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة في المكونات هنحط معلقتين من الملح، معلقتين كده كبار هرميين من الملح، وهنحط عليهم 3 معالق من المية، ودي اخر واحده. هنقلبهم بقى مع بعض عشان عايزين ندوب الملح في الاول. تقلب كويس. بره حبه صغيرين بمبلغ، فهي بقى عايزه تعمل حبه حاجات وقالت لي عايزاني ابعد عنك اعملي لي سلايم، فنعمل لها سلايم عشان تبعد عني ونشوف شغلي. هي بتقلب معانا وبتقول لكم نهاركم سعيد ومبارك ان شاء الله. طيب كده هنقلب الملح كويس عشان يدوب، وبعد كده هنحط عليه دلوقتي هنبدأ نحط اللون. شوفي بقى اي لون عايزاه، ممكن لون طعام، ممكن لون في المصدر، اي لون عندك ممكن تشتغلي بيه عادي. ولا عايزه اجربه لهم بالوان الصابون. طيب هي عايزاه بينك فاحنا حطينا احمر، ما عنديش طبعا بينك، حطينا احمر وقلت لها هنحط حاجه صغيره يبقى بينك ان شاء الله. نقلب الملح مع اللون والميه كويس، وبعد كده هنحط كمان معاهم، هنحط بقى دلوقتي معلقتين من اي صابون سائل عندك، اي صابون سائل عندك حطي منه معلقتين. هنقلبه الخليط برضو كويس عشان تمتزج كل الحاجات مع بعضيها. وبعدين هنحط المكون اللي بعد كده، معلقة من الخل. الخل هيخليها تمط، ونقلب تاني عشان الحاجة تخش مع بعضيها. وبعد كده هنحط المكون اللي قبل الاخير اللي هو الدقيق. هتحطي بقى الدقيق، يعني انا هحط معلقتين ونقلب لغايه لما نشوف العجينه هتحتاج مني قد ايه. معلقتين دقيق وهنقلبهم شويه كده اهوت، وبعد كده هنحط معلقه تانية يا دوبك نمزج الحاجات كده كلها مع بعضيها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. قناتنا دي قناه للمواد التنظيف ول وصفات للبشرة وللشعر. بس النهاردة عملنا حاجة كده هو بره الموضوع لكندا. هنقلب بقى كده الموضوع كويس، الموضوع السلايم كويس. هنحط بقى معلقة دي كمان وهنقلب الخليط كويس كده. فاضل مكون واحد بس ونبقى خلصنا الموضوع كله. كده بقى هنشيل المعلقة ونعمل بايدينا عشان نخلص بقى من الموضوع ده. تعجنيها كده عجنة حلوة. بتمط بس لسه عايزة حبة عجين تاني، حبة عجن تاني. وكده هنحط لها المكون الاخير اللي هيخليها تبقى حلوة كده اهوت وحلوة في المط وجميلة، اللي هو معلقة واحدة بس من الزيت. خلاص نعجنها بقى تاني وكده خلاص خلص السلايم بتاعنا. هنديه للآنسة كندا تلعب بيه عشان تبعد عني.
نعجنه بقى عجنه كويسه، وكده نبقى خلصنا. كده فيديونا خلص، يا رب يكون عجبك ونال رضاكي واستحسانك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. بصوا المطه بقى احلى، بصوا المطه عامله ازاي. كده تمام قوي. كده فيديونا خلص، شكرا على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.